مساء الفل. احمد عفيفي وكابتن سيد عبد الحفيظ. اللقاء حلو وممتع جدا، غير الهرتله اللي كانت موجوده مع ميدو وعادل القيعي، اللي هم اتنين اصحاب وبتاع. فالموضوع ما كانش مقنع بالنسبه لي، يعني ميدو بيهس عليهم، انا مش مقتنع بيها ان هو صاحب الخطيب وحسن حمدي والناس دي كلها. فلما تيجي تتكلم لازم يكون في مصداقيه في الكلام اللي انت بتقوله. فاللقاء بتاعهم ده بالنسبه لي كان تمثيليه كده، او نمره كانت معموله يعني. لكن عفيفي واستاذ عبد الحفيظ او كابتن استاذ عبد الحفيظ، الموضوع كان حلو، الموضوع كان ممتع. كابتن استاذ عبد الحفيظ حافظ تواريخ بالارقام، بالساعه، بالنتيجه، بالدقيقه، بكل حاجه. كان مبهر يعني بصراحه. انا يعني بسم الله ما شاء الله عليه، انا كنت مبهور بالارقام اللي بيقولها والحاجات اللي حافظها. بس في كام نقطه كده لما احمد عفيفي اتكلم فيهم كابتن سيد ما عرفش يرد. لما قال له ان السبعه تسعه اكتر من السبعه، وسبعه اكتر من التسعه، اكبر من التسعه، والكلام دوت، قال له طب رسله تاريخ الكسبان في البطوله كلها. وقال له طب انت لو انت اكتر ما صن داونز، الوداد، ترجي، الاهلي هيروحوا كاس العالم للانديه السنه الجايه، لو انت اكتر منهم ما رحتش ليه؟ فاحمد قال له، احمد عفيفي قال له ان دي المعايير المتاخده بيها البطوله دي، ان ياخدوا اخر اربع فرق كسبه النسخ بتاعت بطوله افريقيا. فانت عندك المعلومه، يعني كابتن سيد اكيد عارف المعلومه دي، عارف معلومات من سنه 52 و53 وسنه 20، مش عارف المعلومه دي؟ فانت تقول المعلومه ناقصه، انت عايز تعمل نمره، او بتشوف ان احمد عفيفي عارفها ولا مش عارفها. فانت بتعمل نمره فردت ايه؟ ردت معاك. دي رقم واحد او النقطه الاولانيه. النقطه الثانيه بيتكلم فيها حسن حمدي والتضارب وحيدر باشا ومش حيدر باشا. شوف انت الفتره بتاعت حسن حمدي، احنا خدنا 3 دوري من 14 سنه اللي كان قاعد فيهم، ولا 12 سنه. وبعد كده الاهلي بس هو اللي ياخد البطولات، وال 25 اللعيبه اتفتحت ال 30 وجبتوا 5 باكات يمين، والكلام ده كله بيتكلموا في حيدر باشا. حيدر باشا على ايامه ان احنا ما خدناش ولا دوري، الاهلي خد 4 تقريبا، قعد بتاع 30 سنه او 20 30 سنه، قعد مده كبيره. كنا احنا وهو كان موالي لينا، او كان تبعنا، كنا خدنا على الاقل 20 25 سنه دوري. احنا ما خدناش ولا مره دوري. خلاص الدوري اللي اتاخد 4 مرات للاهلي كان دوري طبعا لسه في اوله، بس برضو بيتكلم الاهلي خد 4، ما خدناش ولا دوري. كاس مصر احنا خدنا 9 8، او الاهلي 7 او العكس. فانت بتتكلم ان فين الظلم بقى، او فين الارقام الخزعبليه اللي حصلت عشان تقول ان هو موالي للزمالك يعني. دي الحاجه الثانيه. الحاجه الثالثه، كل ما اتكلم في حاجه او اتكلم في حاجه الزني يقول لك اصل انا جامد. اصل انا جامد دي احنا قاعدين على القهوه، اصل انا راجل عليك، اصل انا جامد، اصل انا تنين، اصل انا بطير في الهواء. الكلام دوت يتقال واحنا قاعدين على القهوه، لكن لما يكون في حد بيكلمك باحداث ووقائع ترد بنفس الموضوع. لكن لما توصل لمرحله تتطرق اللي انت انا جامد، لا انت كده خلاص، انت كده فصلت ومش عارف ايه، مش عارف ترد عليه. ده بالنسبه للقاء بتاع عفيفي وكابتن سعد عبد الحفيظ. نروح بقى للانسحاب بتاع يوم الثلاث ده. اداره الزمالك لو مش عارفه بتعمل ايه، ومش عارفه تبعيات القرار ايه، وعارفه ان احنا ممكن نهبط، او مش مرتبه ان هي هتشتكي لجهات معينه بورق معين، ملف مدروس، هنروح في الوبا. هنركب قطر 6 الا تلت. لكن لو الدنيا مدروسه وعارفين احنا رايحين فين وجايين منين، وشؤون قانونيه وفيفا وفدرسين كل حاجه، توكل على الله. لكن لو الدنيا ببهوقه، يا ريت تلعب الماتش بدل ما نلاقي نفسنا رايحين في حته ومخيشين فيها. بس كده، شكرا.